بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة ويتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، قص الله تعالى علينا من قصص الأولين في كتابه ما يوجه به مسيرتنا إليه، ونوع الله عز وجل قصص الأولين إذ ذكرها في القرآن، فتجد أن ربنا جل وعلا ذكر في القرآن قصص أنبياء، وقال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا طالت فترة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر طول فترة نوح عليه السلام فثبت فؤاده. إذا رأى من قومه ما يتعلقون بالشهوات تذكر لوطا عليه السلام فثبت فؤاده. إذا رأى من قومه من يتلاعبون بالمكيال والميزان والأموال تذكر عند ذلك وقرأ قصة شعيب عليه السلام فثبت فؤاده. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وذكر الله تعالى أيضا في القرآن قصص ملوك صالحين، كما ذكر الله تعالى قصة ذي القرنين مثلا، وذكر قصص ملوك فاسدين، كما ذكر الله تعالى قصة فرعون وقصة النمرود. ذكر الله تعالى في القرآن قصص تجار، كما حكى الله تعالى ذلك عن قارون وكيف تعامل مع ماله. وذكر الله جل وعلا أنواعا من القصص، آباء مع أبنائهم، كما ذكر قصة نوح مع ولده، وأبناء مع آبائهم، كما ذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه. وبين الله عز وجل هذه القصص وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقصها علينا، فقال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاقصص القصص. لماذا؟ لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. نقص عليك من نبي موسى وعيسى وصالح وهود وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة، في قصة يوسف وفي قصة أصحاب الكهف وفي قصة ذي القرنين، في قصصهم كلهم لقد كان في قصصهم ماذا؟ عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أحسن القصص هو الذي قصه الله في القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أصدق القصص هو ما حكاه الله تعالى في كتابه. نحن اليوم أيها الإخوة والأخوات نقف على قصة نقرأها في كل جمعة. هذه القصة لم تذكر فقط في كتاب الله تعالى في القرآن، بل ذكرت أيضا في أخبار الأمم السابقة، بل ذكر في كتب التوراة والإنجيل عند أهل الكتاب أنه إذا بعث نبي وزعم أنه نبي فحتى تكتشفوا هل هو صادق أم غير صادق اسألوه عن هذه القصة. فما هي هذه القصة؟ ولماذا ذكرها الله تعالى في كتابه؟ بل من هم أهل الكهف أصلا وما عددهم؟ ولماذا ذكر الله تعالى أعدادا متفاوتة ولم يبين العدد الحقيقي لهم؟ سيقولون 3، سيقولون 5، سيقولون 7. لماذا لم يبين الله تعالى العدد الحقيقي؟ وماذا فعل بهم قومهم؟ وما معنى قول الله جل وعلا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9؟ طيب لماذا لم يقل ولبثوا في كهفهم 309 سنوات؟ لماذا ذكر 300 سنين ثم قال وازدادوا 9؟ طيب ازدادوا 9 عند من؟ وما هي فضل سورة الكهف؟ يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي الدرداء: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد عند البيهقي: من قرأ سورة الكهف كل جمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فشرع لنا أن نقرأها في كل جمعة. هذه السورة
ذكر الله تعالى فيها 4 قصص ظاهرة. أول شيء قصة أصحاب الكهف، وهي قصة لشباب كان عندهم إيمان وتقوى فابتلوا وصبروا. ثم ذكر الله تعالى قصة رجل آتاه الله تعالى من الدنيا والمال، فتعامل مع هذا المال تعاملا غير شرعي، فترفه وبطر وأنكر الآخرة من شدة الترفه، ثم كانت عاقبته ما كانت. ذكر الله تعالى فيها قصة موسى والخضر عليهما السلام وما فيها من الأعاجيب. وذكر الله تعالى فيها أيضا قصة ذي القرنين، وهو ملك صالح طاف في الأرض في شمالها وجنوبها، وكان له في ذلك أخبار. هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت عصيب في مكة، وكانت قريش تكذبه، ولا يمشي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرقها إلا ويسمع من الكفار: يا ساحر، يا كاهن، يا كذاب، يا مجنون. ثم يمر عليه الصلاة والسلام وإذا بلال يعذب، وإذا خباب يعذب، وإذا عمار بن ياسر مع أمه وأبيه قد علقوا على جذوع النخل ويعذبون. مع هذه الظروف الشديدة نزلت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سورة الكهف مع ما فيها من الأعاجيب. هذه السورة جعلها الله تعالى نبراسا لأمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الله جل وعلا في أولها: لعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني لعلك تتعب عندما تدعوهم فلا يؤمنون، لعلك تحزن عندما تدعوهم فلا يؤمنون. ثم حكى الله تعالى له قصصا من قصص الأولين فيها تثبيت له عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا في أول سورة الكهف، وفيها إجابة على أسئلة الكفار. ما هي أسئلتهم؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قريش تكذبه بكل سبيل، اتهمته: أنت مجنون، أنت ساحر، أنت كذاب. لكن العرب ما صدقوها، يقولون مجنون، فيقول العرب: طيب نحن نعرف صفات المجانين، هذا ما ينطبق عليه أي صفة من صفات المجانين. قالوا: طيب هذا ساحر. قالوا: أيضا صفات السحرة معروفة، السحرة لهم صفات ولهم طريقة في كلامهم، هذا ما ينطبق عليه أي وصف. فأخذ الكفار يستعينون بأشخاص من خارج مكة. ذهب النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى المدينة، ودخلوا على شيوخ اليهود. وكانت اليهود تفتخر أصلا على بقية الناس أنهم أصحاب الكتاب الأول، يعني أنهم عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، وبالتالي عندهم أخبار الأولين وأحكام الأنبياء. فكانت العرب ترى أن اليهود عندهم معلومات غير موجودة عند العرب، فأقبلوا ودخلوا على اليهود. قالوا لهم: يا معشر اليهود، إنه قد ظهر قبلنا رجل يزعم أنه نبي، فما رأيكم نتبعه أم لا؟ فقالت لهم اليهود: سلوه 3 مسائل، إن أجاب عنها فهو نبي، وإن لم يجب عنها فهو متقول، فروا فيه رأيكم. ما هي ال3 مسائل؟ معناه أن قصة أصحاب الكهف موجودة عند الأولين. ما هي ال3 مسائل؟ قالوا: سلوه أولا عن نفر خرجوا في الصدر الأول فكان لهم خبر وقصة، ما خبرهم. وسلوه عن رجل طواف صار في الأرض في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، ما خبره، إيش قصته. وسلوه عن الروح، ما الروح. التقط النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط هالمعلومات وفرحوا بها، وظنوا أنهم جاءوا بما لم تأتي به الأوائل، ورجعوا إلى مكة وأقبلوا مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: نحن عندنا اليوم الحجة عليك، نحن عندنا 3 مسائل، إن أجبت عنها فأنت نبي، وإن لم تجب عنها فأنت كذاب ومتقول. فرح النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه المسائل؟ فقالوا له: أخبرنا أولا عن نفر خرجوا في الصدر الأول فكان لهم شأن، ما قصتهم. وأخبرنا أيضا عن رجل طواف طاف في الأرض في شرقها وغربها، ما خبره. وأخبرنا عن الروح، ما الروح. فالنبي عليه الصلاة والسلام من فرحته بهذا العرض أن تسمعوا الإجابة وتسلمون من فرحته، قال عليه الصلاة والسلام: نعم، ايتوني من غد وخذوا الجواب. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله. فجاءوه من الغد، وإذا ليس عنده جواب
ينزل جبريل في قضايا أخرى، لكن هذه القضية، هذه المسائل ما جاء بجوابها. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتكلم بشيء إلا بوحي. يقول الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهو لا يمكن عليه الصلاة والسلام ليخرج من الحرج أن يأتي لهم بجواب من عنده، مستحيل. فصاروا كل يوم يأتون إليه، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: تعالوا من غد، تعالوا من غد، حتى أكمل صلى الله عليه وسلم 15 ليلة وهو في كل يوم يقول: تعالوا من غد، حتى قالت قريش: والله ما عندك جواب. وبدأوا يستهزئون، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمرون به بهالليالي ويقولون: ها جاءك جنيك، لأن كل ساحر عنده جني يستعمله، فهم استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ها الجني جاءك جنيك. وهو عليه الصلاة والسلام يعني يضيق صدره لهالكلام، لكن لا يستطيع أن يخترع جوابا. فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليالي نزلت عليه سورة الكهف، وفيها قول الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني كأن الله جل وعلا يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: أصحاب الكهف وإن كانت قصتهم فيها أعاجيب من بقائهم هذه الفترة الطويلة ثم قيامهم أحياء مرة أخرى وما فيها من عجائب وغرائب، لكن هذه القصة بجانب صنع الله تعالى في الكون ليست بشيء. فالله تعالى قد صنع في الكون من الأعاجيب ما هو أعظم وأعجب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف هم هؤلاء الشباب الذين دخلوا في الكهف، سيأتي خبرهم. الرقيم هو لوح حفظ رقمت فيه أسماؤهم، رقمت يعني كتبت، كما قال الله جل وعلا: كتاب مرقوم، يعني كتاب مكتوب. فهم لما اكتشفوا شأنهم في آخر القصة أقبلوا إلى لوح وحفروا فيه أسماءهم وعلقت أسماءهم على الكهف. فقال الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف هؤلاء الشباب والرقيم الذي كتبت فيه أسماؤهم كانوا من آياتنا عجبا. وأغرب بعض المفسرين فقالوا: الرقيم هو اسم كلبهم، وهذا غير صحيح. وقال بعض المفسرين: الرقيم هو المنطقة التي يعيشون فيها، وهذا أيضا غير صحيح. الصحيح أن الرقيم هو اللوح الذي كتبت فيه أسماؤهم. فيقول الله جل وعلا في شأنهم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طيب، ما خبرهم؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف. هؤلاء فتية كانوا يعيشون عند ملك ظالم، قيل إن اسمه دقيانوس. وكان هؤلاء الفتية يعيشون في الفترة ما بين موسى وعيسى عليه السلام. وقيل خلال هذه الفترة تغلب الرومان، وقيل إنهم بعد عيسى والرومان لا زالوا متغلبين. وكان اليهود يتعاونون مع الرومان في قتل كل من يتمسك بالدين بعدما غير اليهود وبدلوا. فاليهود قالوا يد الله مغلولة، وقالوا عزير ابن الله، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، غيروا وبدلوا. فإذا وجد اليهود أحدا متمسكا بالعقيدة الصحيحة التي جاء بها الأنبياء أقبلوا إلى الرومان، إلى الملوك، وهيجوهم عليهم لقتلهم. فدقيانوس هذا الملك الروماني أقبل الشباب إليه يدعونه إلى التوحيد، كما قال الله تعالى: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. يعني قاموا بين يديه وقالوا لهذا الملك: ربنا رب السماوات والأرض، ودعوه إلى التوحيد. فهددهم بالقتل، فخرجوا من عنده واتفقوا أن يجلسوا للاستشارة في الكهف. فقال الله جل وعلا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اجتمعوا في الكهف أولا للتشاور فيما بينهم. والله جل وعلا لما وصف المؤمنين قال سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. وقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر. من صفات المؤمنين التشاور دائما.
وقال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها وإذا استنصحك فانصحه. الإنسان الذي يشاور غيره سواء يشاور في أمر شرعي في أمر اجتماعي، واحد سيتزوج سيطلق امرأته، بينه وبين مثلا ابنه مشكلة، سيشتري سيارة، سيبني بيتا، ينتقل من وظيفة، من كمال عقلك أن تشاور. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور في كل شيء. في أمور الحرب يقول أشيروا علي أيها الناس، قالها في أحد وقالها في الخندق، بل كذلك في الأمور الخاصة. هو عليه الصلاة والسلام لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها بما اتهمت به وطال عليه الأمر، نادى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. تدرون يا جماعة كم كان عمر أسامة لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في أمر يخص زوجته؟ أسامة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 16 سنة. وحادثة الإفك وقعت في غزوة بني المصطلق، وغزوة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي في السنة 11 عمر أسامة 16 سنة، وغزوة بني المصطلق وقعت في السنة 7 أو في 6، بمعنى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات. يعني عمر أسامة لم يكن تعدى 12 أو 13 سنة. وعلي رضي الله عنه زوج ابنته، ومع ذلك يستشير صلى الله عليه وسلم، يستشير من هم أقل منه علما وقدرا وسنا وخبرة، ومع ذلك يستشيرهم. لذلك الإنسان العاقل إذا وقع في كربة اجتمع مع إخوانه مع أصحابه مع أولي الرأي وقال يا جماعة أشيروا علي، ما رأيكم؟ ماذا أفعل في مشكلة ولدي؟ ماذا أفعل مع زوجتي؟ ماذا أفعل في وظيفتي؟ كيف أصنع في بيتي؟ ماذا أفعل في تجارتي؟ هؤلاء الفتية لما وقعوا في مشكلة مباشرة اجتمعوا، قالوا وين نجتمع؟ فأووا إلى الكهف. كهف كانوا يأتون إليه ويجتمعون فيه عادة، كهف معروف عندهم. قال الله جل وعلا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، ما اعتمدوا على أنفسهم، إنما لجأوا إلى الله في الإعانة. وأنت دائما إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، دائما في كل شأنك ادعو الله تعالى أن يعينك. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش ويعد العدة ويظاهر بين الدرعين في القتال، ومع ذلك هو صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله تعالى أن يعينه. لما أرسل صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن حذافة في الخندق لينظر خبر قريش، وإذا به حذافة بن اليمان، وإذا به صلى الله عليه وسلم يشتغل بالدعاء. إبراهيم عليه السلام لما أخذ الملك الظالم زوجته لما دخل إلى مصر، فقيل لملكها في ذلك الحين قد دخل مصر رجل معه امرأة حسناء لا تصلح إلا لك، فجاءوا وأخذوها منه. قام يصلي ويدعو الله أن ينجيها. أنت دائما مهما صنعت واستشرت ادعو الله تعالى أن يسددك قبل ما تذهب، قبل ما تسافر، قبل ما تجي، قبل ما تصنع شيئا، قبل ما تتخذ قرارا، قل يا ربي سددني، يا ربي اهدني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ألا أعلمك دعاء؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل اللهم اهدني وسددني، وانوي واذكر بالهداية هدايتك الرجل في الطريق، وبالتسديد تسديدك للسهم. دائما أكثر من اللهم اهدني، يعني اهدني إلى الحق والصواب في أمر الدنيا أو أمر الآخرة، اهدني وسددني يعني اجعلني أصيب كما أن السهم يسدد، كذلك أنا إذا هديت أن أصيب ما أريد، اهدني وسددني. هؤلاء الفتية دخلوا الكهف وقالوا ربنا يا رب ساعدنا، احنا بنجتهد لكن التوفيق عليك، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دخلوا الكهف بدأوا يتشاورون، غلب النوم واحد منهم، ثم غلب الثاني، ثم غلب الثالث، وإذا الجميع ينامون. قال الله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، أيقظناهم من نومهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين؟ قيل إن أصحاب الكهف لما استيقظوا اختلفوا، قالوا كم لبثتم؟
قال واحد لبثنا يوما، يعني نائمين لبثنا يوما. قال الثاني أو بعض يوم. فاختلفوا، فقال الله تعالى هذين الحزبين نحن نخبرك أيهم الصواب، هؤلاء أم هؤلاء، والصواب أن لا هذا صواب ولا هذا صواب، ما لبثوا يوما ولا بعض يوم، بل لبثوا 300 سنين. وقيل أي الحزبين هم الملك وأصحابه بعد ذلك لما اختلفوا فيهم، وذلك أنهم لما اكتشفوهم وجاء الملك وأصحابه بعد ذلك بعد 300 سنة، بعضهم قال سدوا عليهم فم الغار وينتهي أمرهم، وبعضهم قال بل ابنوا مسجدا. فيقول الله تعالى هذين الحزبين نحن نخبرك أيهم على صواب، وسيأتي تفصيل ذلك. قال الله ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بدأ التفصيل، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، يعني من غير باطل ولا قصص لا تثبت، بل هو كلام ثابت. ما خبرهم يا ربي؟ إنهم إيش؟ فتية، والفتى قالوا هو ما بين 16 إلى 19، هذا يسمى فتى. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما جاء قوم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا إيش؟ فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا كان إبراهيم عمره 17 سنة فسماه الله تعالى فتى. قالوا وإذا كان ما بين 12 إلى 15 فهو يسمى غلام، وإذا كان أدنى من ذلك بعضهم يسميه اليافع وبعضهم يسميه الطفل إلى غير ذلك من المسميات. لكن الفتى هو ما بين 16 إلى 19 أو 20. إذن هذه أعمار هؤلاء الشباب. قال الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هم لما آمنوا كما قال الله تعالى والذين آمنوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بعض الناس يقول لك يا أخي ادعو لي بالهداية. طيب أنت ابذل الأسباب للهداية وتأتيك. هؤلاء لما آمنوا وتوجهوا إلى الله زادهم الله تعالى إيمانا وثباتا. لكن الإنسان الذي يقول لك ادعو لي بالهداية وهو على غير الهداية ولم يسعى ولم يبذل لها شيئا، هذا كيف تصيبه؟ مر أحد السلف يوما برجل يلعب بالحصى، وأثناء لعبه بالحصى كان يقول اللهم زوجني من الحور العين، ويلعب بالحصى اللهم زوجني من الحور العين اللهم. فقال له هذا الرجل العالم قال يا رجل والله لقد أعظمت الخطبة وأوهنت في المهر، إن الحور العين لا تخطب باللعب بالحصى. تلعب بالحصى تقول زوجني من الحور العين، ماذا قدمت حتى تزوج من الحور العين؟ الناس يقدمون أموالهم ويبذلون أرواحهم ويقومون الليل ويصومون النهار لأجل خطبتها، وأنت تلعب بالحصى وتقول زوجني. لقد أعظمت الخطبة وأهونت المهر. فكذلك الإنسان الذي يريد الهداية لا بد أن يبذل لها شيئا حتى يصيبها. قال الله جل وعلا هنا إنهم فتية آمنوا بربهم لما آمنوا وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، يعني ثبتناهم على دينهم، إذ قاموا قالوا إنهم توجهوا إلى ملكهم وقاموا بين يديه فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، يعني لقد قلنا انحرافا وتكذيبا، وكل من عبد غير الله فقد وقع في الانحراف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري أي ذنب عند الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ويقول الله جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أعظم ذنب في الدنيا هو الشرك، أن يكون الله تعالى خلقك وسواك وعدلك ثم إذا وقعت بك كربة لجأت إلى غيره، إذا نزلت بك مصيبة توجهت إلى غيره، إذا أردت أن تحلف حلفت بغيره، إذا أردت أن تدعو دعوت غيره. سبحان الله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك هؤلاء يقولون كيف نعبد غير الله؟ لقد جئنا إذا شططا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه دائما على هذا. في البيهقي أن قريشا لما كثر عليهم إقبال الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم
اجتمعوا يوما وجعلوا يفكرون ماذا نفعل به. فكان هناك رجل من عقلائهم اسمه حسين ابن المنذر الخزاعي، وهو أبو عمران بن حسين الصحابي المشهور رضي الله عنه. فقال يا قوم دعوني أذهب وأتحدث معه. دخل حسين على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا. وقال له ما يقوله الكفار عادة: إن كنت تريد مالا أعطيناك، تريد نساء زوجناك، تريد ملكا ملكناك. والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع. فلما انتهى قال له صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا عمران؟ قال نعم. قال فأجبني عما أسألك. أنت عرضت علي هذه العروض، طيب أنا سأسألك، أجبني عما أسألك. قال سل عما بدا لك. قال يا أبا عمران كم إلها تعبد؟ قال أعبد 7، 6 في الأرض و1 في السماء. قال فإذا هلك المال من تدعو؟ إذا هلك المال يعني إذا ضاعت الدواب، خرجت إبلك ترعى وضاعت لم ترجع، أو خرجت غنمك ترعى وضاعت ما رجعت إليك. إذا هلك المال من تدعو؟ من تقول أرجعها، أعني على من تدعو؟ قال ادعو الذي في السماء. قال فإذا أجدبت الأرض من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا امتنع القطر من تدعو؟ يعني إذا جاء الجد وجاءت الحاجة تلجأ إلى من ه7؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده أم يستجيبون كلهم؟ قال لا، بل يستجيب وحده. فقال صلى الله عليه وسلم: ينعم عليك وحده ويستجيب لك وحده ثم تشركهم معه في الشكر، لأن العبادة هي شكر للخالق للمنعم. أنا لما أصلي أشكر الله أنك خلقتني ورزقتني وعافيتني وأصلحت قلبي، وكأني يقول يا ربي شكرا، لذلك أنا أصلي. أنا لما آكل أقول الحمد لله. الحمد لله عبادة، الحمد عبادة، الحمد لله يعني أشكرك يا ربي أنك أعطيتني هالأكل. أنا لما أستيقظ من النوم الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني، هذه نعمة أن الله أعطاني الصحة وجعلني أستيقظ. العبادة شكر للمتعبد إليه للمنعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما دام هو اللي يطعمك ويسقيك ويستجيب لك، ليش تعبدهم معه؟ تشركهم معه في الشكر؟ أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك؟ تخاف إذا ما عبدتهم معه أن يضروه. فقال حسين: ما يقدرون عليه، هو أقوى منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمران أسلم وأعلمك كلمات ينفعك الله بهم. يعني اترك عنك ما دام أنك تعلم أن اللات والعزى ومنات هالستة هؤلاء ما ينفعون، اعبد الواحد فقط. وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي. التوحيد هو أعظم لذة يجدها الإنسان في قلبه. تكلم مع أي إنسان، أي واحد تجد إذا كان يعبد عدة آلهة يضطرب، فإذا عبد الله لم شتات قلبه واطمأن. وأذكر مرة كنت في أحد البلدان وأردت أن أذهب إلى المطار في أحد دول الخليج، فنزلت بعد الفجر وأردت أني أخذ لي تاكسي للمطار، وإذا فيه رجل أيضا يريد المطار، فركبت أنا وإياه في نفس السيارة. كنا في فندق، فركبت أنا وإياه، وكان السائق أخ صومالي مسلم، وهذا الرجل كوري يعمل في أحد الشركات في المملكة. فتحدثت معه، قلت ما دام المطار خلنا نتحدث عن الإسلام. ما اسمك؟ قال سيكيتو، أذكر اسمه. قال طيب. قلت له طيب ما ديانتك؟ قال أنا ما أهتم بالأديان، أنا أهم شيء البزنس والفلوس. قلت لا بل عندك دين. قال يعني عندي دين لكن لا أهتم به. قلت ما هو دينك؟ قال أنا بوذي، يعبد بوذا الصنم المعروف. قلت له طيب كم صار لك في المملكة؟ قال منذ 15 سنة. قلت ما دام صار لك 15 سنة أكيد أنك تعرفت على الإسلام، مكاتب الدعوة أكيد أنها أعطتك كتبا، اختلط بمسلمين، يعني أكيد أنك تعرفت على الإسلام. قال لا يهمني ذلك. قلت طيب بسألك شيء يا سيكيتو. قال نعم. قلت الآن أنت لما تقع في كربة
تقع في مصيبة، تحزن، يأتيك هم غم، هل تذهب فعلا إلى قطعة الخشب اللي عندك وتدعوها؟ قال تدري؟ قلت نعم. قال بصراحة أنا إذا وقعت في كربة أرفع رأسي إلى السماء وأقول الله كريم وأشعر براحة. والله يا جماعة ما يعرف يتكلم عربي أبدا، حتى هو يشتغل في شركة كلها أجانب، وكنت أتكلم معه يعني بغير العربية، ومع ذلك يقول لي ما يدري إيش معنى الله كريم. يقول إذا وقعت في كربة رفعت بصري إلى السماء وقلت الله كريم ويذهب أشعر براحة. قلت له سبحان الله، ذكرك لاسمه جل وعلا يشعرك براحة وأنت تعبد غيره، فكيف لو عبدته وحده لا شريك له وذكرت اسمه؟ إذا كان أنت تستفيد وأنت مشرك لما تذكر اسم الله وتشعر براحة، إذن كيف يكون حالك لو أنك آمنت ووحدت ثم ذكرت اسمه؟ أي نور سينزل على قلبك وأي سكون وراحة وسعادة. أدعوك الآن أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال لي عجيب، يعني في السيارة؟ قلت في السيارة. الإسلام لا يشترط أن تذهب إلى مسجد لتدخل في الإسلام أو تفعل شيئا معينا. إن كنت في طائرة أو في جو أو في بحر أو في أي مكان، أن تذكر الشهادتين، ادخل في الإسلام، تعلم الإسلام وأبشر بالخير. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعدها أعطيته رقم بعض الإخوة هناك ومكتب الدعوة. هذا التوحيد الذي كان كلما ذكر اسم الله شعر براحة هو الذي بعث الله تعالى الرسل لأجله. ولذلك هؤلاء الفتية يقولون كيف نعبد غير الله؟ لقد قلنا إذا شطط، يعني الله يخلقني ويرزقني ويحييني ويميتني ويتفضل علي، ثم أسجد لغيره، ثم أذبح لغيره، ثم أحلف بغيره. لقد قلنا إذا شطط. ثم جعلوا يتحدثون عن قومهم: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقولون هؤلاء قومنا يعبدون آلهة متنوعة، أصنام، أشجار إلى آخره. المفروض كل من يعبد شيئا أن يكون عند هذا الشيء من الصفات والقدرات ما يجعل هذا الإنسان يتعبد له. نحن أخبرنا الله تعالى بصفاته: كل من خلق السماوات والأرض قل الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. الله سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه جل وعلا ويقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكأن ربنا يقول لما اتصف الله بهذه الصفات كلها صار حقا على العباد أن يعبدوه. لكن تعال انظر إلى الذين يعبدون بوذا مثلا، إيش الصفات اللي موجودة في بوذا لتعبدوه؟ الذين الهندوس، وهم ملايين اليوم، بل مئات الملايين، ولهم معابد ولهم طريقة في الحج، يحجون إلى صنمهم ويحلقون رؤوسهم ويضعون عليها الطين ويضعون نقطا حمراء بين أعينهم ويعبدون صنما. طيب هذا الصنم ما هي الصفات التي فيه حتى تعبدوه من دون الله؟ فيا عجبا كيف يعصي الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. قيل لبعض الأعراب: كيف عرفت ربك؟ قال: بإجابة دعائي، أني أدعو الله تعالى وأجتهد فأرى دعائي استجيب، فأقول لو ما كان في الله لما استجيب دعائي. وكلما كان الإنسان موقنا بقدرة الله تعالى على استجابة له وعلى نصرته وعلى دلالته فإنه بإذن الله تعالى يقبل عليه الخير. ولذلك يقولون:
قومنا كيف يعبدون من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب ماذا تفعلون بقومكم؟ دعوتوهم، تكلمتم معهم، فهددوكم بالقتل، ماذا ستصنعون؟ قال الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. طيب إذا أوينا إلى الكهف ماذا سيفعل الله بنا؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هؤلاء أحسنوا الظن بربهم، أنت دائما كن محسنا الظن بربك. يقول عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. كيف؟ يعني واحد فرضا أراد أن يصلي، أحسن الظن أن الله سيتقبلها منك. لا تكن دائما سيء الظن، تأتي تكبر وتقول يعني الظاهر أن الله لن يتقبل مني. تروح تفتح تجارة وتقول في نفسك أنا أتوقع الله ما يوفقني. تذهب تستأجر لك مثلا تشتري لك تذكرة وتحجز في الطيارة وأنت تقول في نفسك أصلا أتوقع الله ما يخليني أجد حجز وأجد تذاكر مخلصة. تذهب مثلا إلى مطعم تأكل وتقول في نفسك أنا أتوقع أصلا الطعام ما راح يعجبني. تذهب وتشتري ثوب وتقول في نفسك أتوقع أن الله ما هو مخليه مقاسي. لا تسيء الظن بربك. الله لا يحب العبد الذي يسيء الظن به، بل يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وكل العظماء لا يحبون أن يسيء أحد الظن بهم، فما بالك بربنا جل وعلا. أنت لو تدخل الآن على عظيم من العظماء الدنيا وتأتي إليه وتقول أنا والله إنسان فقير ومحتاج وولدي مريض وأحتاج والله إلى وظيفة وأحتاج إلى سداد دين وأيضا أحتاج إلى بيت، ثم ذكرت حاجاتك ثم قلت له مع أني أنا جئت إليك أطلب مساعدتك، مع أني والله أتوقع ما تساعدني، أتوقع ديني ما تسدده، وأتوقع ولدي ما تدخله المستشفى، وأتوقع ما تعطيني سيارة، وأتوقع حتى ما تساعدني بوظيفة، وأتوقع يقولك طيب إذا لماذا جئتني؟ ما دام أن نظرتك إلي أني بخيل وأني لا أحب المساعدة وأني ما عندي حلم ولا عندي أخلاق، ما الذي جاء بك إلي؟ اخرج. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. إن صليت قل والله ظني بربي حسن، أن الله تعالى كريم وغفور ورحيم وأن الله سيستجيب لي. ذهبت تشتغل في تجارة كسب حلال، قل ما دام ربي أمرني بالكسب الحلال وأنا سعيت لذلك والله ظني بربي حسن وأن الله سيوفقني بإذن الله. الكريم الغني سوف يعطيني من فضله. أحسن الظن بربك. إنسان يتزوج اجعل في قلبك الحمد لله ما دام أنا مقبل على أمر حلال، والزواج أمر شرعه الله وهو يحبه جل وعلا، وأنا أقبلت عليه طائعا لله، ما ذهبت أزني، أنا ظني بالله حسن أن الله بيوفقني ويوفقني مع زوجتي ويرزقني الذرية الصالحة. دائما لا تقبل على شيء إلا ويطلع الله تعالى على قلبك فيرى حسن ظن به سبحانه وتعالى. انتبه، لا تقبل على شيء وأنت تسيء الظن بربك. ولذلك في الحديث يقول الله أنا عند ظن عبدي بي. فتحت تجارة ايش ظنك بالله؟ بتسافر ايش ظنك بالله؟ ذهبت بولدك المستشفى ما هو ظنك بالله؟ دخلت في وظيفة ما هو ظنك بالله؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك الله جل وعلا يقول عن قوم حذر منهم قال وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقال جل وعلا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. فالإنسان لا يجوز أن يظن الظن السيء. هؤلاء ذهبوا إلى الكهف، ما قالوا نحن سنذهب إلى الكهف، لكن الكهف معروف عند الملك وأصحابه ونظن أنهم سيأتون ويحجروننا ويقتلوننا في الكهف. لا، أحسنوا الظن بربهم، بذلوا السبب وأحسنوا الظن. فأووا إلى الكهف، وإذا أويتم إلى الكهف إيش يحصل؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. مرفقا يعني نفعا. ولذلك أهل العلم يقولون مثلا
لا يجوز للإنسان أن يمنع المرافق إذا كانت لا تضره. كيف؟ المنافع، يعني واحد حفر بئرا وجاء فقير ليأخذ منها ماء، لا يجوز أن تمنعه ما دام أن دلوا ودلوين لا تضرك. إنسان فرضا وضع مظلة عند الباب وجاء فقير واستظل بها وقت يسير، لا يجوز أن تمنعه وتقول له قم في الشمس أو ادفع أجرة، لأنك أنت جعلتها في الطريق وجلوس الناس تحتها لا يضرك. يقولون هذه من المرافق، يعني هذه من المنافع. فهم يقولون أنتم إذا أويتم إلى الكهف إيش النتيجة؟ ينشر لكم ربكم من رحمته، يرحمكم الله ويحسن إليكم ويعصم دماءكم ويجمعكم على الخير. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. جاءوا ودخلوا الكهف وغلبهم النوم حتى ناموا كلهم، حتى كلبهم بسط ذراعيه بالوسيد يعني بمدخل الكهف وناموا. ثم وصف الله تعالى حالهم وهم نائمون. قال الله: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. المعنى أنهم لما لبثوا على حالهم لأجل أن يحفظ الله تعالى أجسادهم يحتاجون إلى هواء ويحتاجون إلى شمس، لأن 300 سنة سيمر بهم ربيع وخريف وصيف وشتاء، وهذا لحم وعظام. فربنا جعلهم في فجوة، يعني في متسع، ليس كهفا ضيقا وهم يتنفسون يصيبهم يعني اجتماع للهواء الرديء وتتعب أجسادهم، لا، المكان واسع أصلا فهو يحتمل التنفس الكثير. الأمر الثاني أن الشمس إذا طلعت لا تتسلط عليهم مباشرة، إنما تصيبهم بشيء يسير ثم يصيبهم شيء من ضوئها، لكن لا تتسلط عليهم تسلطا، حفظا لأجسادهم. وإذا غربت الشمس وجاء الليل تمر عليهم الريح الباردة تقرضهم ذات الشمال، يعني تصيبهم الريح الباردة التي تجيء من الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، يعني هذا من دلائل قدرة الله تعالى على كل شيء. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هؤلاء كانوا يتقلبون وقد فتحوا عيونهم أثناء نومهم، وذلك لأجل أن يحفظ الله تعالى عيونهم من الفساد. وذلك أنهم لو كانوا لمدة 300 سنة وهم مغمضون لأعينهم لن يأتيها شمس، لن يأتيها هواء، تفسد العين. ولذلك جعلهم الله تعالى أعينهم بشكلها العادي، تفتح وتغمض، يعني ترمش كما هي في اليقظة. ولذلك قال الله: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. طيب كيف حفظ الله أجسادهم؟ لو كانوا على جهة واحدة إما ظهر وإما الجنب لفسد الجسد وأصابهم ما يسمى اليوم بقرحة السرير. الآن حتى اليوم الذين يصابون بأمراض، يعني صلى الله لهم الشفاء، الذين يصابون بأمراض الشلل التام، تجد أن الطبيب يأتي يقلبهم كل فترة، يقلبه يمينا يقلبه شمالا حتى يحافظ على جلده. فربنا جل وعلا جعل أعينهم يحافظ عليها بأنها تفتح وتنغلق، وجعل أجسادهم تتقلب. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني بمدخل الكهف. قال ابن كثير: ذكر الله تعالى الكلب في السورة 4 مرات، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 ثامنهم كلبهم. لاحظ مع أنه كلب ومع ذلك ذكره الله تعالى 4 مرات. يقول ابن كثير: وكذلك صحبة الأخيار تنال الإنسان منها بركة. هذا الكلب ذكر في القرآن وذكرت قصته في المحاضرات بسبب أنه صاحب قوما صالحين فنالته بركة وشرف صحبتهم. ولذلك صحبة الإنسان للأخيار
ترفعه عند الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله ملائكة فضلا يسيرون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا قال بعضهم لبعض تعالوا إلى غايتكم إلى بغيتكم، فيجتمعون حتى يصلوا إلى ربهم، فيقول من أين جئتم؟ قالوا جئنا من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك. ماذا يرجون؟ يرجون جنتك. مما يخافون؟ يخافون من نارك. فيقول الله تعالى أشهدكم أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. فتقول الملائكة يا ربي إن من بينهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. يعني واحد فرضا جاء إليك في البيت وطرق الباب، فقالوا أهلك والله فلان غير موجود. قال أين هو؟ قال والله في المسجد. فجاء المسجد وجلس ينتظر، استحن يقول له قم معي. فهو لم يأتي لأجل حلقة ذكر ولم يأتي لأجل سماع علم، إنما جاء لحاجته إلى فلان، ليس قصده الذكر ولا حلقة الذكر. فالملائكة تقول يا رب إن من بينهم عبدك فلان ليس منهم، ليس طالب علم ولا حريص على الذكر، إنما جاء لحاجة. فيقول الله وله أغفر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يقول الحسن البصري لما تكلم على قوله تعالى لما ذكر الله جل وعلا أهل النار قال سبحانه وتعالى عنهم أنهم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. طيب ما دخل الصديق هنا؟ يقول بينما أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، إذ تذاكر أهل الجنة أحوالهم في الدنيا، فيقول قائلهم ما فعل صديقي فلان؟ هذا في الجنة ويسأل يقول والله أذكر كان في الدنيا واحد من أصدقائي اسمه فلان، ما فعل؟ أين هو؟ فتقول الملائكة هو في النار، هذا ما عمل عملا صالحا، هذا في النار. لكن كان صديقك مثلا في شارعهم في حيهم في مدرسته في الجامعة، يسلم عليه أحيانا، لكنه إنسان فاسد لكنه محب لها الصالحين، وإذا رأى هذا الصالح جاء وسلم عليه كيف حالك ويمشي، لكنه ليس في صلاحه وعنده معاصي فدخل النار. فهذا الصالح يعتبر ذلك الفاسد صديقا له وإن لم يكن ملازما. فهذا الصالح وهو في الجنة يقول ما فعل صديقي فلان؟ فتقول الملائكة هو في النار، هذا ما عمل عملا صالحا ودخل النار. فيقول هذا الصالح يا ربي لا تكتمل لذتي في الجنة إلا بوجود صديقي فلان، والله تعالى وعد أن لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. فيأمر الله تعالى ويخرج ذلك الصديق من النار ويدخل إلى الجنة. فيقول أهل النار بعضهم لبعض يقولون من شفع له؟ أبوه شهيد؟ فيقال لا. أخوه شهيد؟ فيقال لا. شفع له الأنبياء؟ فيقال لا. فيقول من شفع له؟ فيقال شفع له صديقه فلان. فيقول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق، حتى أصدقاؤنا ما نفعونا، ها هم أصدقاؤنا معنا في النار لأنهم فاسدون، ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة يا ليت أننا نعود إلى الدنيا. ولذلك احرص أن تصاحب الأخيار وإن لم تكن في مستواهم. أحيانا بعض الناس يقول والله أنا ودي يعني أصاحب إمام المسجد أو المؤذن أو عندنا ناس طيبين، والله ودي أني أصاحب لكن أستحي، يا أخي أنا مثلا أقع في الفواحش، أو أنا إنسان أذهب إلى الأماكن الفلانية وأفعل كذا، أو أنا أصلا متعاطي مخدرات، أو أنا أسكر ولا أفعل كذا، أستحي يا أخي أن آتي إليهم وأجالسهم. لا تخجل، حتى وإن كان عندك من المعصية ومن الفساد ما عندك، على الأقل أبقي الحبل بينك وبينهم متصلا، اتصل به، سلم عليه، أرسل له، يعني احرص أن يكون بينك وبينه علاقة، أن تعرفه وأن يعرفك. يكفيك يا أخي أن صحبة الأخيار وصحبة الصالحين ينالك من دعائهم، ينالك من بركة مجالستهم في مجالس الذكر، ينالك خير كثير أحسن ما يقول لك الشيطان أنت أصلا إنسان فاسد. والله أحيانا أرى بعض الناس في مطار أو في مكان عام ثم يراني من بعيد فيقول السلام عليكم يا شيخ، فأقول عليكم السلام يا مرحبا مرحبا وأمد يدي، فيقول والله ودي أسلم عليك بس أنا رايحتي رايحة دخان.
طيب ما يعني صحيح أن الدخان حرام، لكن لا يمنعك هذه الرائحة من أن تأتي إلى غيرك ممن ترى فيه خيرا أو كذا وتسلم عليه وتصافحه وتقول ادعو لي أن أترك هذا الدخان أو أن أفعل كذا. والله أنا إذا رأيت هؤلاء أحرص وآتي وسلم عليه وأضمه وأقول أسأل الله أن يبدلك برائحة الدخان رائحة من الجنة، فيقول آمين. أقول بإذن الله المرة القادمة أسلم عليك وأشم فيك رائحة بخور ومسواك وليس رائحة دخان، أقوله وأنا أضحك يعني. يقول آمين آمين جزاك الله خير. فأنت انتبه، لا يمنع عنك الشيطان بأن يوسوس لك أنك عاصي ويقول أنت تجلس مع هؤلاء، هذا نفاق. تسلم على إمام المسجد وأحبك في الله وأنت بالأمس كنت تشرب خمر، تسلم على المؤذن وتقول جزاك الله خير صوتك حسن في الأذان وأنت أمس قاعد تتعاطى مخدرات ولا تزني. حتى لو قال لك الشيطان ذلك ماذا يريد؟ يريدك ألا تكون علاقة لا بإمام ولا بمؤذن ولا بشيخ ولا بإنسان صالح. ابصق في وجه الشيطان ولا تلتفت إليه. قل حتى وإن كنت عاصيا، حتى وإن كان عندي معاصي، ما يمنعني أن آتي وأتعرف على هؤلاء الأخيار. يعني تريدني يا إبليس أكون مع من هم مثلي أو أرضى مني أيضا وأسفل مني؟ هؤلاء كلب، ومع ذلك ذكره الله تعالى ولم يذمه لأنه كان مصاحبا لقوم صالحين. هذا وهو كلب ابن 60 كلب، لأن أجداده كلاب، فما بالك لما يكون الإنسان خير وصالح وتأتي وتكون معه علاقة. ولذلك ذكره الله، يقول ابن كثير يقول لما صحبهم الكلب أصابته بركتهم وكذا صحبة الأخيار. قال الله جل وعلا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. طيب لماذا قال الله ولملئت منهم رعبا؟ وليت منهم فرارا، خلاص واحد لن يهرب من الشيء إلا وهو خائف. ليش قال ولملئت وفي قراءة ولملئت؟ قالوا لأن الذي يراهم لو واحد دخل الكهف بالغلط يا 300 سنة رأى قوما قد فتحوا أعينهم وهم مضطجعون فيفزع ويفر ويظل مملوءا منهم رعبا، فإذا ذهب نفسه لا تحدثه بالرجوع لأنه خايف. وإذا جاء يتحدث مع أحد لا يمكن يقول له تدري ماذا رأيت اليوم في الكهف الفلاني لا يمكن يتكلم في الموضوع. لماذا؟ لأنه خايف، فيظل الرعب في قلبه، لا تحدثه نفسه أبدا بالرجوع ولا تحدثه نفسه أن يذكر قصتهم وما رأى لأحد. ولذلك قال الله لوليت منهم فرارا ولملئت، يعني ولملئت، وفي قراءة ولملئت منهم رعبا. لبث أصحاب الكهف على حالهم هذا زمانا. قال الله جل وعلا لما أذن ببعثهم وكذلك بعثناهم، أيقظناهم من نومهم، السيقظ الأول الثاني الثالث. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، جعلوا ينظرون. قال قائل منهم كم لبثتم؟ يا جماعة احنا نايمين والله نمنا كثير، توقعون كم نمنا؟ كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما. قال واحد والله الظاهر نومة طويلة كملنا يوم كامل. فقال الثاني لا أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. لاحظ، لأنهم طلبة علم ما طولوا الكلام والجدال في أمر تافه. قضية نمنا يوم نصف يوم ما هو موضوعنا، هذه قضية ليست مهمة، إيش بنستفيد منها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ترى المراء والجدال مكروه في الإسلام في الجملة إلا إذا كان فيه مصلحة. ولذلك هؤلاء قال واحد لا والله يوم، قال الثاني لا والله نصف يوم، بعدين قالوا خلاص أغلقوا الموضوع، ما في فائدة يوم نصف يوم، خلونا في المفيد. دائما أن تعود نفسك الجدال الذي لا فائدة منه لا تدخل فيه. يقول الله تعالى بل هم قوم خصمون، يذمهم، ويقول الله ما ضربوه لك إلا جدلا
ويقول عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل وكثرة المراء أمر مذموم في الإسلام، ولذلك هؤلاء ما انشغلوا به. بعض الناس أحيانا ينشغل ربما ربع ساعة ونصف ساعة تمضي من عمره وهم يتناقشون في أمر تافه. جاء فلان من السفر، لا والله ما جاء إلا أنا شفت سيارته، لا ما هي بسيارة، سيارة جيرانهم، جارهم ما شرى سيارة إلا، ويعمل قصة طويلة على أمر ليس مهم لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه. عود نفسك المراء الذي ما من فائدة لا تشغل نفسك به. ولذلك لما بدأوا يتناقشون أغلقوا الموضوع، ربكم أعلم ما لبثتم، خلاص خلونا في المفيد. طيب ماذا نفعل؟ نحن جائعون، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، معهم قطعة فضة ورق، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. انتبه، اللي بيذهب أولا يأتي لنا بطعام لذيذ. ولذلك يا جماعة لو قال لك واحد أنا والله سأكل الخبز اليابس وأشرب عليه الماء، قلنا ليش؟ قال لا أريد أن أتمتع بالطعام ولا. الله يقول عن هؤلاء فلينظر أيها أزكى طعاما، يشوف لنا أحسن أكل ويأتي به. ما قالوا فليأتينا بطعام، لا والله يختار لنا ألذ طعام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل 3 نفر وسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام وأخبروا أنه يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، قال بعضهم لبعض يعني كيف نبي ويفعل يعني ويتمتع بالدنيا؟ ثم قالوا لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فعل ذلك. لكن قال أحدهم أنا لا آكل اللحم، خلاص أنا أشدد على نفسي تقربا إلى الله. وقال الثاني أنا لا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. في رواية أن أحدهم قال لا أنام الليل. فرق النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعاتبهم ولامهم وذم هذا الصنيع. ما لأقوام يتنزهون عن شيء أفعله، أما إني أخشاكم لله، أما إني أخشاكم لله وإني أصوم وأفطر وأتزوج النساء إلى آخر الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام كان أحب الطعام إليه الحلو، الشراب إليه الحلو البارد. ما كان عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما يتيسر، وضعوا له لحم مشوي أكل، ما يقول لا أعطني خبز يابس بس. يتيسر له تمر وماء، أكل تمر وماء. ما كان صلى الله عليه وسلم يتشدد يقول لا هذا لذيذ لا أريد أن أكل. ولذلك هؤلاء يقولون فلينظر أيها يجيب لنا أحسن طعام، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. ثم قالوا انتبه لا تخبر بنا أحدا وليتلطف، يكون عنده اسلوب في الشراء والكلام، ولا يشعرن بكم أحدا. ليش؟ إنهم إن يظهروا عليكم والله لو درى عنكم قومكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. يرجموكم قيل يسبوكم كما قال أبو إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، وقيل يرجموكم يرمونكم بالحجارة حتى تموتوا لأن ملكهم هددهم بالقتل، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وهذا يا جماعة من فقههم أنهم لم يتمنوا لقاء العدو، ما قالوا تعالوا نقف أمامهم ونثبت ديننا، لا، أنتم عددكم قليل وقوتكم ضعيفة لا تستطيعون الوقوف الآن أمامهم. قال الله وكذلك أعثرنا عليهم. كيف عثروا عليهم؟ خرج الشاب الذي اختاروه، خرج من الكهف وذهب يمشي إلى المدينة، فلما أقبل وإذا الديار ليست الديار، وإذا الوجوه ليست الوجوه، البيوت مختلفة والأسواق مختلفة وأشكال الناس جديدة عليه. هو يظن أن ما خرج إلا الصبح وعاد الظهر، وإذا بكل شيء جديد، ومع ذلك سكت، خاف يتلفت أكثر ويكتشفون أمره. فأقبل إلى أحد الباعة وأخذ طعاما، تفضل هذا الحساب. فنظر ذلك البائع إلى الورق وإذا عليه رسمة الملك ديقانوس اللي مات قبل 300 سنة. فسأله عجيب من أين جبت هذه القطعة؟
قال لا عادي، هذه يعني هذه ذهب عادي، هذا فضة عادي أشتري. لا، من أين جئت بها؟ هذا من أين أنت وقعت على كنز، وين هالكنز؟ نريد أن نشركك في الكنز يا ناس يا. ثم قبضوا عليه وذهبوا به إلى ملكهم، وهم قوم موحدون مسلمون. فلما وقف بين يدي الملك وإذا الملك جديد ليس ديقانوس الكافر الأول، فسأله الملك ما خبرك؟ أين الكنز؟ قال والله لا كنز ولا شيء، نحن قوم صالحون، نحن موحدون، وخرجنا خوفا على ديننا وخوفا من أن نفتن فيه، فذهبنا حتى دخلنا في كهف ونمنا واستيقظنا وجئت أشتري. نتوقف للأذان. باقي 3 دقائق. أنا سمعت يضرب على الميكروفون وظنيت أنها يشير لي بالتوقف. أذنت المساجد ولا هذه أجهزتهم؟ طيب، فأخبره بالقصة، أخبر الملك قال له نحن كذا وكذا ونحن على مثل هذا الحال. قال دلني على الكهف، فمضوا حتى أوصلهم إلى الكهف وقال انتظروا سأدخل على أصحابي أخبرهم بالقصة، يعني حتى ما يفاجئوا. فدخل على أصحابه، فلما دخل لم يخرج، قضى الله تعالى أن يموتوا. فدخل الملك وأصحابه عليهم وإذا هم قد ماتوا، خلاص ما يستطيعون الآن لا يهينون ولا يكرمون، ماتوا، الكرامة عند الله تعالى. فقال الله جل وعلا في خبرهم وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. ليعلم الملك الآخر وأصحابه أن الله تعالى قادر على أن يبعث الموتى، لأنه بعث هؤلاء بعد هذه المدة الطويلة. أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. بدأ الملك وأصحابه يقولون طيب ماذا نفعل بهؤلاء الصالحين؟ فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. ابنوا عليهم بنيانا يعني تعالوا إلى فم الكهف إلى الباب وسدوه بالحجارة، ابنوا جدارا وخلاص اعتبروا هذا قبرهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، إلا بنبني عندهم مسجدا. ولا شك أن بناء المساجد على القبور كان موجودا في الأمم السابقة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. ثم ذكر الله تعالى هنا عددهم، فقال جل وعلا سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس أنا من القليل، لأن الله قال ما يعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس أنا واحد من القليل. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس قال اللهم علمه التأويل يعني التفسير. قيل لابن عباس كم كانوا؟ قال كانوا 7 وثامنهم كلبهم، فذكر ابن عباس عددهم. نتوقف الآن.